ايه علاقة الوظيفة بالذهب؟ تعليق جالي من حوالي ساعة من احد المتابعين الاعزاء لما اتكلمت وقلت ان النهاردة في تقرير الوظائف في امريكا ومعدل البطالة. الوظائف هو احد البيانات الاقتصادية اللي بيعتمد عليها الفيدرالي بصفة شهرية لقياس كفاءة وقوة سوق العمل. بمعنى ان لو عدد الوظائف زاد معنى كده ان سوق العمل شغال كويس، وطالما سوق العمل شغال كويس ده مدخل الى زياده التضخم، فبالتالي الفيدرالي بيبطئ عمليه خفض الفايده او ياجل عمليه خفض الفايده. يعني لو الوظائف طلعت زياده عن المتوقع معنى كده ان سوق العمل شغال كويس، وطالما سوق العمل شغال كويس هيبقى فيه فلوس كتير لان الوظائف زادت، وطالما في فلوس كتير يبقى في تضخم، وبالتالي الفيدرالي مش هيخفض الفايده لان الفلوس او المعروض النقدي كتير. فلما الوظائف بتزيد ده بيكون تأثير إيجابي للدولار وسلبي للذهب. تأثير إيجابي للدولار لأن معدلات الفايدة هتفضل عالية، يعني هيبقى سلبي أو هيؤدي إلى انخفاض الذهب والعكس.